الكبده الجملي هي طعم مختلف جدا، نكهه مختلفه جدا، قوام مختلف جدا، ومفيش زفرة نهائي. ذوق الناس الاكيله واللي مش اكيله او ما بيحبوش كبده علشان زفرتها، ده الاختيار المميز اللي هيخليك تاكل كبده من غير اي زفاره. هنوريكم تريكات الكبده الجملي وازاي ما تنشفش منكم نهائي. جملي هو ايه؟ جملي هو املي. جملي هو حط امل. له كولونيا. يلا نوريكم الطريقه. السلام عليكم حبايبنا في الله. معانا كميه كبيره قوي من الفلفل. ماشي، ما انا عرفت انك انت بقى قول بقى. اراكي ماسكه سكينه. هقطع، ما انت هتقطع الكبده. لا انا بقطع كله. لا وانت تقطع عليه كله. هقطع كله. لا مفيش الكلام ده ماما. عند ماما. ماما ايه رايك لما سنيت السكينه؟ تحفه. انت ليه بتقطعي كده؟ الحته اللي من تحت يعني هرميها. معلش ماما، معلش، الام ما حدش يقدر يتكلم. هقول لك على حاجه، هم عارفين ان الام طب ما انا بوضح لهم تاني يا ستي في ايه. كام قرن دول؟ بصوا هو حوالي كتير، كل ما يكتروا احلى. ايوه. كل ما الفلفل يزيد حلاوه الكبده تزيد. اي كبده اهم حاجه في الكبده هي كميه الفلفل، بيديها طعم جمدان. تاني حاجه بعد الفلفل التوم. اهم حاجه، اهم خلاص حاجتين. بقى، خلاص بقى، انت بصوتك عالي كتير قوي. انا مش بكلمك انت، انا بقول ما اقدرش اعلي صوتك عليكي، صوتي عليا، صوتك تاني ده بقى كل الناس بتهضر، الاطفال بقى ما اقدرش اعلي صوتي عليكي. يا جماعه العيله بتاعتنا عندها تلعثم. في حد كان بيقول لنا شيلوا البذر بتاع الفلفل. طب انا هاكل البذر بس. بنحبه سبايسي، بحس ان البذر بتاعه ده بيبقى اكتر حاجه فيها مركزه الشطه. على فكره هو دي حقيقه فعلا. معانا بقى كبده، طبعا انا مش هحط ايدي في الكبده بس هقول لك على حاجه بقى، ان انا كل الكبده لازم البس جوانتي. الا دي حاجه. ليه بقى؟ الكبده الجملي الصراحه ما فيهاش زفاره بقيه الكبده خالص، ايا كانت نوع الكبده الثانيه، سواء بقى عجول، فراخ، كلهم خرفان، اي فعلا حاجه. فيها ريحه زفره، الا الكبده الجملي بالذات اللي ما جربتهاش هي ما فيهاش اي ريحه زفاره. سر حبنا في الكبده الجملي. طبعا الكبده الجملي من الحاجات المهمه جدا، لو جت سليمه من اللي انتوا اشتريتوها من مقطعها الكوش تبقى السكينه حاميه جدا جدا، عشان هي بتحب تتقطع ترنشات رفيعه جدا. نبدا بقى نقطع ترانشات بهذا الشكل تحفه. هي ميكس ما بين الكبده والكلاوي. ايوه هي فعلا في الملمس مش في الطعم. لا في الطعم يعني ملهاش طعم تاني خالص زيها. ملهاش شبيه. المهم على ذكر بقى الكبده، هذه الكبده دي ليها قصه اصلا. يعني قصه غريبه سبحان الله. يعني الكبده دي جايه من السعوديه مخصوص. احنا لينا نصيب ناكل كبده من السعوديه. تخيلي جمل اتربى واترعى وكبر في السعوديه واتذبح في السعوديه عشان ناكل كبدته في مصر، وحد ما يعرفش حد هو اللي جابها. ده طلع لك حبايه هنا لفتت نظري ماما في نص المناقشه والكلام بدون اي مقدمات. الامهات بتتابع ولادها. الله يا مؤمن اجيب لك بره. لا عندي الف سلامه يا مؤمن. بتحبني قوي. قالت لي الف سلامه عشان الحبايه. المهم نكمل بقى القصه. نكمل. معلش احنا اسفين جدا، بس يعني معتبرينكم اهلنا عادي، بنرغي معاكم في اي حاجه في كل وقت. انا كنت كاتبه بص ان لو في حد يعرف مكان نشتري منه كبده جملي. فذهب حوالي ساعتين 3 كده، فاجئت بقى ان في حد على ماسنجر بيكلمني يقول لي ازيك عامل ايه، انا شفت بوست ان انتم منزلين ان انتم عاوزين تجيبوا كبده جملي، انا هجيب ليا ولعيلتي وهجيب لك انت كمان. قلت له لا ما تتعبش نفسك وكده، وكنت فاكر عادي ان هو حد يعني قاعد هنا. قال لي لا والله انا كده كده نازل من السعوديه وهجيب لاهلي ولبيتي، انا مش ببيع لك ولا مثلا عاوزك تعمل لي اعلان ولا حاجه، بس انا هجيبه لك والله ليك انت بس، حبا في الله يعني. فقلت له لا والله ما تتعبش نفسك وكده. قال لي لا والله مش تعب، انا خلاص هجيب يعني هجيب. سادس يوم العيد كده تقريبا ان هو بيتصل وبيقول ان هو قريب مننا جدا وجايبها لنا وجاي مخصوص. فانا قلت له تمام، واتفقنا على ميعاد واتفقنا مكان كمان نتقابل فيه، وخلاص احنا اتفقنا على مكان. قال لي لا انا هقرب لك اكتر، وتقريبا جالي شبه تحت البيت يا جماعه، يعني والله كتر خيره بجد. يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وده طبقوه على حياتكم كلها. يعني تتفاجئ ان انت مثلا ماشي في الشارع فحد عداك شكرا ما تطنش، فاحنا بنقول لك شكرا. يعني احمد من الناس محترمه اللي بقت نادره دلوقتي ان حد يعمل كده يعني. وحتى ما بقول له ده شكرا والله تعبت نفسك كده، بيقول والله دي حاجه بسيطه عشان انتوا بتفرحونا. ان الرزق بتاعك لو في اخر الدنيا هيجي لك دلوقتي، يعني هيجي لك دلوقتي. صح. يعني احنا دلوقتي حاليا بنطبخ كبده جايه لنا من جمل سعودي. سبحان الله. رزقك في البحر هيجي لك، في البر هيجي لك، في السعوديه هيجي لك. عارفه ماما ملمس ايه في التقطيع بالظبط؟ كلاوي القوانص بالملي. انا هوريكم هي شكلها عامل ازاي بالظبط فانتوا هتفهموا. القطع انا بدوس عليها بايدي، المفروض دي لو كبده هتتفعص وتنزل دم. بصوا انا بدوس بكل قوتي، اللي هو حتى ضفري بيبيض اهو من كتر ما بدوس، هي متماسكه. فده منظر الكبده بالظبط، مهما دوس مش هيحصل حاجه. ليه مش هيحصل حاجه؟ علشان هي قوام القوانص بالظبط. غسلناها غسله بسيطه خالص كده، مفيهاش اي اثر لدم. ننزل عليها بمعلقتين توم، معلقتين كبار. نبدا نحط التوابل عليها مباشر زي ما هي هنا.
ملح ده ظبطوه حسب ذوقكم، معلقه بابريكا وسط كده، معلقه كزبره، شويه توم باودر صغيرين جدا، لمسه قرفه بسيطه، فلفل اسود حوالي معلقه كبيره، وده جنزبيل هنحط حوالي نص معلقه صغيره. جنزبيل فعلا بيديها تيست حلو جدا. عامه التوابل دي مش توابل مقفوره يعني، فما تقلقوش منها. عصره ليمونه عشان المزازه واللذاذه والجمال. معلقه صويا صوص بس، يعني احنا ايه، اختياري، يعني مش لازم. يعني لو موجوده تمام، مش موجوده خلاص. هنقلب بقى كل ده مع بعضه. ده هي ريحتها من هنا بقت جامده. ترى نفسي اسال سؤال، هما بياكلوا كبده العجول نيه، والعجول على الاقل يعني الكبده بتصاب بتاعتها بتبوظ بأمراض قد وبتصاب كده. بأمراض. انما الجمال ما بتصابش بامراض تقريبا. بس هي فهل لو قدرة. دقتها عادي؟ قدره يا ماما. اما انا بسال دلوقتي لو دقتها عادي. يعني هو انا خايف تدوقها صراحه، ليه؟ يعني خاف من الامراض وكده. ده نفسي ادوقها جدا والله مش بهزر. عايز ادوقها؟ تدوقها؟ جرب. ادوق؟ جرب. اجرب حته صغنونه. ايه المشكله اما نجرب كبده نيه؟ دي صغنونه. اوعى الكبده النيه. بسم الله. اقطم منها حته صغنونه عشان انا الصراحه مقلق برضه. استنى اهو قلت لك لا عصره ليمون. الام يا جماعه. ايه ده؟ طعمها هي وهي مستويه. لا يبقى كلها مستويه احسن. والله. يبقى ناكلها مستويه احسن، اضمن على الاقل. يلا لا بقى. وفكره ان انا كنت خايف صراحه تبقى زفره، يعني قلت برضو لما هي ادوها اخترت نوع مش زفر فعلا خالص. لا نبقى نجربها المره الجايه في كبده العجول. طبعا احنا ما عندناش صنمه، فهننزل بكميه زيت كبيره، وطبعا لازم كميه كبيره علشان الكبده تتشوح على طول. وعامه اي نوع كبده بيحب الماده الدهنيه كتير. هننزل بالفلفل اللي قطعناه، اول ما يتشوح تشويحه بسيطه كده نركنه على جنب. هنبدا ننزل بالكبده بتاعتنا دي، ما تقلقوش انكم تقلبوها كتير، كده كده مش بتبوظ. هما 5 دقايق على النار وتتشال على طول، وزي ما بيقولوا كده هي بتشم النار بس كده خلاص. دوقي. دوق انت، انا عايزاك تدوق. افتحي دوق. افتحي بقك، والله الحته دي ما رايحه لحد غيرك. انت عارف انا بحب الكبده الجملي ليه؟ ليه؟ بسم الله. اول حاجه ما فيهاش تست الزفاره اللي موجود خالص. في الكبده العاديه. بقول لك انا اكلتها نيه وطعمها وكانها مستويه. يس كلتها نيه. تاني حاجه طعم المقرمش اللي فيها، ليها قرمشه كده جميله جدا، مش بتاكل حاجه مهريه تحت بقك او كده. بصي هي ما فيهاش طعم الكبده، بس هي كبده، وعامه هي مفيده افاده مش عادية. محدش يتخيلها. بصراحه انا شايف ان هي حاجه جامده جدا. اختيار جميل. بس احنا دقناها في مطاعم كتير عشان الناس ما تخلطش، وفعلا طعمها مش كده خالص، طعمها اوحش. يعني هاتوها نيه واعملوها في البيت والله هتفرق جدا وهتحبوها قوي. انت عارف هما بيعملوا ايه عشان الكبده الجملي قليله؟ فيجيبوا لك حبه صغيرين يحطوا لك ايه، قلب بصل وطماطم وعليها قلب ومعرفش ايه وحاجات كتير بيفيدوها طعمها. هي لازم تتعمل لوحدها بصراحه عشان تطلع جامده. ويا سلام لو جبتوا صنام جمل تحفه، هتبقى توب. دي حقيقه يا ماما. السبب في ان احنا ناكل الكبده دي احمد صديقنا، ربنا يحفظك. شكرا كتير يا احمد، ودمتم سالمين كلكم. والى اللقاء.